السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. احنا مكملين معاكم في سلسلة المعجنات، وهنشوف النهاردة هنعمل حاجة تحفة. هنعمل قرص طرية حلوة قوي بالعجوة، مش مكلفة خالص، بحاجات بسيطة طرية وهشة، بدون زبدة وبدون بيض. حاجة كده تحفة تبارك الله. شايفين قد ايه طرية وقد ايه هشة من جوه، والعجوة جواها طرية زي الزبدة. حتى بعد ما بتخبزيها بتبقى العجوة سايحة وتحفة من جوه، وكفاية ريحتها. نقول بسم الله وننزل بأول مكون معانا في أي بولة فاضية. هنحط كوباية من اللبن، ومعاهم 3 معالق من السكر، ومعاهم معلقة مسح كده من الخميرة. هنقلبهم كويس جدا مع بعض علشان نعمل تيست للخميرة، نشوف الخميرة شغالة ولا لا. التيست بيتعمل ان احنا نقلب كويس جدا بدون اي اضافات تانية. لو وش اللبن عمل فقاعات معانا كده، نعرف ان الخميرة كويسة ونشطة جدا، هتظبط معانا العجينة. لو ما عملش الفقاعات اللي فوق تبقى الخميرة مش كويسة وبلاش منها خالص. نبدأ بقى ب3 معالق من الزيت، يعني ربع كوباية زيت كده، ومعلقة من الخل، ومعانا حطينا رشة ملح، وننزل بنص كيلو دقيق. طبعا هنقلبهم كويس جدا، يعني يلفوا كده على الناشف. هنحط مية امتى؟ هنحط مية هقول لكم واحنا بنعجن هنحط مية امتى. عايزين العجينة تبقى على الناشف، ما نحطش المية كلها مرة واحدة علشان تعمل على معانا نفسك عرق انت، انا كويس بشوف جدا. حاجه ماشي. طول ما العجينة بتعمل عرق كويس، طول ما انتي هتاخدي مخبوزات تحفة. طيب دلوقتي انا ببدأ ان انا الف العجينة معايا كده في البولة، وهبدأ ان انا احطها على الرخامة. لو البولة بتاعتك تقدر ان انت تعجني فيها وكبيرة مفيش اي مشكلة طبعا، بس انا بحس ان العجينة بتاعت الرخام بتريحني. ربع كوباية من المية معايا، ببدأ ان انا ابل ايديا فيها، وواحدة واحدة كده اعجن عشان تطري معايا العجينة. لو العجينة بتاعتك مش محتاجة والدقيق بتاعك طري جدا وسايح، ما تحطيش مية. العجين بتاعي جامد، فكل ما باجي اعجن بتبقى محتاجة مية، فبطريها ببل ايدي فقط، بلة بسيطة كده، وببدأ ان انا اعجن فيه. العجينة عشان تبقى كويسة ريحيها شوية وارجعي عجنيها تاني. في اي بولة عندك بقى ودهنيها كويس قوي زيت، ودهني وشها زيت. وطبعا بالاسترتش راب هتلفيها، مفيش يبقى اي كيس عادي موجود عندك، وتغطيها بفوطة وتركنيها على جنب. هتركنيها على جنب تخمر قد ايه؟ هتخمر معانا مش اكتر من ربع ساعة، بس انا مش عايزاها ترتاح غير ربع ساعة لانها تخمر بعد ما نقرصها ونقطعها. معايا هنا قطعة من العجوة، ومعايا معلقة سمنة. هبدأ ان انا ادعكهم كويس جدا، زي اعجنهم مع بعض كده، علشان لما بتحطي عليها السمنة بتبقى طرية قوي جوه القرصة. انا هنا خلاص كنت عجنتها، وبدأت ان انا اعملها كور كده علشان لما احطها في قلب القرصة تبقى كويسة معايا. هشكلها كده كور على حسب برضو ما انت عايزة العجوة كتير، عايزة العجوة شوية. لو بتحبيها كتير تكبريها، بتحبيها مش قوي هتقلليها شوية. هبدأ ان انا اكورهم كلهم، والعجينة معايا دلوقتي تبارك الله خمرت. انا مش عايزة غير كده، بس شايفين الحجم ما تضاعفش ولا حاجة، حاجة بسيطة خالص ان هو العجينة ارتاحت. هبدأ ان انا ابل ايدي بقى نقطة من الزيت كده، واخد العجينة معايا على الرخامة، واقطعها قطع صغيرة، اقرصها كده قطع مدورة. هتقولي لي حجم القطعة قد ايه؟ هقولك قد البيضة مرة ونص. لو انت عايزاها اكبر ماشي، انا بقولك انا عاملاها قد البيضة مرة ونص. هبدأ ان انا اقرصها كده، افرغ كل الهواء اللي جواها، وهبدأ اقرصها ودهنة الرخامة شوية زيت، وهحطهم واغطيها. اهم حاجة بعد ما تقرصي اي عجين لازم تغطي وشه، علشان وشه ما ينشفش، وده مش مستحب خالص. انا هنا كنت خلصتهم، انا عامله كميه صغيره نص كيلو، بس لو عايزه تكتري الكميه تقدري ان انتي تضاعفي المكونات. هبدا ان انا كده ابططها من الجناب، واسيب النص مرفوع شويه. هيبقى مرفوع ليه؟ علشان لما اجي احط العجوه، المكان بتاعها ما يبقاش نازل لتحت والعجوه تطلع من قلب العجينه، فلازم تبقى تحتها المنطقة اللي هتحط عليها العجوة تبقى عالية شوية.
هقفلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ ان انا اقلبها. طبعا يعني التصوير والفيديو بيوضح اكتر ما انا بشرح. لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام علشان ناخد الثواب مع بعض. انا هنا كنت قفلتهم. هتعملي بس ايه خبطة بسيطة كده عليهم، مش اكتر من كده، علشان العجوة ما تخرجش من العجينة. انا هنا خلاص كنت عملتها. باي غطا ازازة عندك في النص هتبدأي تحددي بس علشان تعرفي تقصي شكل الوردة. هتحدديها من النص وهتنزلي بالمقص عليها بالشكل ده. تبارك الله شكلها تحفة، بسيطة وسهلة، بدون زبدة، بدون اي حاجة بيض، اي حاجة مكلفة ليكي. وطبعا الحاجات اللي بنعملها في البيت افضل من اللي يشتريها بره بمراحل. المخبوزات ريحتها في البيت ربنا يديمها علينا نعمة يا رب. فقومي كده جربيها واعمليها، مش هتاخد منك اي وقت، وتسلم ايدك وعينك مقدما. دلوقتي انا خلاص كنت رصيتهم. طبعا بتسيبي مكان كده فاضي في الصينية لان بتلزق، واللي هي اول ما بتحطيها في الفرن حجمها بيزيد شوية. معلقتين لبن، وهبدأ ان انا ادهن وشها كله علشان تبقى لونها جميل وطرية وحلوة. مفيش لبن تقدري تحطي بيضة على شوية مية على شوية فانيليا وتدهنيه، مفيش خالص. يبقى معلقة سكر وشوية مية وهندهن وش القرص، مفيش اي مشكلة. طبعا سخنت الفرن كده لمدة ربع ساعة قبل ما احطها. المخبوزات لازم تدخل على نار سخنة. وهنا خرجتها، ما اخدتش في الفرن معايا ربع ساعة. تبارك الله تحفة، طرية، شكلها جميل، طعمها تحفة، وبسيطة وسهلة وأوفر ليكي من اللي بتشتريها برا. طبعا خرجتها كده هديت شوية من الفرن. عايزة اقول لكم قلبها حلو قوي، هاشش من جوه، مش معجنة خالص. طرية معايا، تحفة، تبارك الله تحفة. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي بالقناة وتفعلي الجرس علشان اي حاجة بنزلها تقدري ان انتي تشوفيها وتوصلك بسرعة بأمر الله. شكلها جميل جدا وطعمها تحفة. وبكده اكون خلصت الفيديو بتاعي. سلام عليكم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة احنا مكملين معاكم في سلسلة المعجنات. النهاردة ان شاء الله هنعمل الباتيه بالجبنة. الباتيه بالجبنة ده من غير ما نحط عليه سمنة ولا نحط عليه بيض ولا اي حاجة، كلها حاجات بسيطة وان شاء الله تبقى موجودة عندكم. هنبدأ كده ونقول بسم الله، ونجيب اي حاجة عندكم تكون غويطة شوية. كوباية لبن، اللبن ده لبن رايب بس مش رايب قوي. هنحط عليه معلقة الخميرة ومعلقتين السكر، ونبدأ ان احنا ندوبهم كويس، نعمل تيست كده للخميرة، نشوفها شغالة كويس ولا ايه. اول ما تعمل معانا فقاقيع فوق كده نعرف ان هي شغالة كويس جدا. هناخد معاها ربع كوباية مية ومعلقتين زيت. محتاجين معلقة زيت قدام معانا شوية، هنقول لكم هنعمل بيها ايه. هندوبهم كويس جدا مع بعض. هنا بقى معانا هننزل بنص كيلو الدقيق، نكون نخلينه كويس جدا، ويكون دقيق متعدد الاستخدامات. إيه عندكم دقيق الاهرامات، وعندكم دقيق ابو الدهب، وعندكم انواع كتير حلوة قوي تقدروا تجيبوها. ولو دقيق الغلة بتاعك كويس تقدري ان انت تستخدميه. لو مش كويس ممكن تضيفي نص كمية من دقيق يكون كويس وعرقه كويس مع نص الكمية اللي عندك. اهم حاجة يبقى الدقيق عرقه كويس معانا. كل ما عرقه يبقى كويس كل ما العجينة تبقى طرية وليها قلب من جوه وهشة كده. لو عرقه مش كويس هتفرش معانا زي القرص وتبقى مبلطة كده مش حلوة. فانا هنا رشيت رشة دقيق، وهبدأ انزل بالعجينة معاكم، لان هستخدم بقى ايدي علشان العجينة تتعجن كويس وتحسيها بايدك كده وتطرى معانا على طول. اهم حاجة في المخبوزات عجينة كويسة. لما تخدمي العجينة كويس العجينة تبقى مظبوطة معاك. هنا العجينة طبعا كانت طرية جدا. هبدأ ان انا اعجن فيها شوية كده على ما تمسك. وبطبيعي ان العجينة بتاعتنا دي احنا عايزينها مستطرية شوية، ما تبقاش جامدة خالص. لو الدقيق بتاعك عرقه قوي وبيبقى جامد، تبدأي ان انت تبلي ايدك مية كل شوية وتديها كمان عجنة. معايا كوباية كده فيها شوية مية، انا ببدأ احط نقطة على ايدي وببدأ اعجن بيها علشان
تديني طراوة كده في العجينة وتلم معايا على طول. انا عايزاها زي ما قلت لكم تبقى طرية شوية. شايفين طرية خالص. هبدأ ان انا اعجن فيها كمان شوية. وقت العجن بياخد مني مثلا ربع ساعة، بفضل اعجن فيها ربع ساعة علشان تديني نعومة وتبقى طرية ولما بنسويها تبقى هشة من جوه كده وطرية. حتى لو بناتلك ان هي طرية وخلاص، طول ما هي بتتقطع منك كده اعرفي ان هي لسه ما اتخدمتش كويس. انا مش مرضتش افصل في الحتة دي عشان اوريكم قد ايه هي طرية. هتجمد وهتبقى كويسة وهوريها لكم دلوقتي. بقت بالشكل ده. معلقة الزيت حطيتها، دهنت بيها البولة اللي انا هحط فيها، وبستريتش راب عندك مش موجود اي كيس نايلون، وهنسيبها تخمر 10 دقايق بس. انا المرة دي مش عايزة العجينة تخمر قوي، هم 10 دقايق بس. هتبلي ايدك زيت وتبدأي ان انت تخرجيها كده، طبعا طرية شوية زي ما قلت لكم هتبقى طرية. انا خرجتها طرية جدا، ناعمة، تحفة، تبارك الله العجينة تحفة. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام علشان ناخد الثواب مع بعض. هبدأ ان انا اقطعها نصين، وهبدأ اني اخد نص منهم اقطعه قطع صغيرة معاكم كده. انا هنا كنت بشوفها هترجع تاني اما بفردها ولا طرية وحلوة، هبدأ اشتغل بيها. طلعت تبارك الله كويسة جدا. اخدت حتة كده، هغطيها برضو علشان ما تنشفش، لان انا مش عايزة وشه يبقى ناشف من فوق، وده مش مستحب خالص في المخبوزات. هبدأ ان انا اغطي وشه كده بقطعة من الاستريتش راب اللي معايا، وابدأ ان انا افرد زي ما احنا شايفين كده. هفرد العجينة تبقى مدورة شوية، مطولة شوية على قد ما اقدر. ولو لزقت معاكي تقدري ان انت تشيلي وترشي رشة دقيق. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس علشان اي حاجه انا بنزلها توصل لكم بامر الله. معايا معلقتين زيت، انا فكيتهم فكه بسيطه كده على النار، وبدات ان انا ادهن نص العجينه بس من جوه، بلاش الاطراف علشان لما نرولها الاطراف نعرف نلزقها ما تفكش مننا. اي جبنه انت عايزاها، اي جبنه تلاجة، لو عايزه معاها جبنه قريش حط الاتنين مع بعض. ما ينفعش تحط القريش لوحدها عشان هتفقد منك شويه سوائل في الفرن وهتخرز، فتقدري تحطي حاجه معاه. هنا بدأت ان انا ارولها كده واقفلها كويس واعملها بالشكل ده علشان تبقى مظبوطه معايا. وباي سكينه عندك بقى، لو عايزه تقطعها بخيط كده تعرفي تقطعها بخيط بسكينه، مفيش اي مشكله. كل قطعه على حجم 3 صوابع من ايدك كده تقيسيهم، وتبداي ان انتي تقطعيها. وتبداي تمسكي اي صينيه مش مدهونه اي ماده دهنيه عادي، وهتحطي فيها الباتيه، ترصيهم وتسيبيهم يخمروا شوية. اهم حاجة تكوني مغطياهم كويس جدا. والقطعة التانية هنبدأ نعمل فيها نفس ما عملنا في اللي قبلها، وبرضو نسيبها شوية. مدة التخمير بتاعتهم على بال ما تخلصي الصينية دي وتشغلي الفرن تكون خمرت. تعالى ما اقول لكم على تشغيل الفرن. لو هتعمليها في فرن البوتاجاز طبعا تعليه على اعلى حاجه من تحت، ومن الشوايه من فوق، وهتحطي الصاج في المكان اللي هو في النص، مش هتحطيه تحت قوي ولا فوق، وسطانيه كده. وهتبداي تحطيه. لو الشوايه بتاعتك ما بتشتغلش مع الفرن تقدري ان انتي في نص الوقت اول ما تحمر من تحت تطفيه وتشغلي من فوق، مفيش اي مشكله. لو الفرن الغاز هوريكم معايا النار بتاعته بتبقى عامله ازاي دلوقتي وهقول لكم. انا هنا خلاص كنت حطيتهم في الصينيه، ودي كانت خمرت. اما بيخمرهم حجمهم بيزداد شويه. هبدا ان انا معاكي هنا معلقه لبن، تبداي ان انت تدهني وش كده المخبوزات بمعلقه اللبن دي. والله مش متوفر عندك معلقه لبن، بمعلقه سكر على شويه ميه بدون اي اضافات، وتبداي ان انت تدعكي. حطيت مع الجبنه من جوه وانا بحشيها شويه زعتر، وحطيت عليها من الوش حبه البركه وبرده شويه زعتر. الزعتر بيخلي طعمها حلو قوي. لو مش متوفر عندكم يبقى جبنه بس، يبقى على الوش سمسم، اي حاجه انتوا بتحبوها. دي النار بتاعه الفرن زي ما قلت لكم، من تحت ومن فوق بنفس الشكل.
وانا هنا كنت حطيتها. اول ما بنحطها بتخمر وبتبقى بالشكل ده. بتقعد في الفرن قد ايه؟ اول صاج بياخد معانا من 10 دقايق لربع ساعة. تاني صاج ما بيقعدش اكتر من 10 دقايق، يمكن اقل كمان. كانت معانا بالشكل ده، تبارك الله، حلوة قوي. عايزاكم تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وتسلم ايديكم وعينيكم مقدما، وربنا يجعله عام دراسة سعيد علينا وعليكم بأمر الله. هنا خلاص انا كنت خرجتها. باي حاجه عندك كده لو لازقه تبداي ان انت بس زقه بسيطه كده هتفك معاك على طول. انا ما كنتش دهنه الصينيه اي حاجه، وهي بتفك على طول. عايزه اقول لكم طريه جدا وتحفه، وشكلها جميل وطعمها تبارك الله. المخبوزات ريحتها في البيت، ربنا يديمها علينا نعمه يا رب العالمين. انا هنا خلاص كنت حطيتها. اول ما تطلعيها من الفرن بس حاولي ان انت تغطيها 10 دقايق كده ولا حاجة، تبدأ بس ترد من الفرن، لان بتبقى ناشفة شوية. طرية جدا، هشة من جوه خالص، ليها قلب حلو قوي، مش مكتومة خالص. الجبنة طعمها تحفة وباينة فيها. الجبنة مش مخليها طرية من جوه ولا معجنة. وبكده اكون خلصت الفيديو. سلام عليكم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو مميز شوية، وعام دراسي جديد عليكم وعلينا، ويا رب اجعل اولادنا من المتفوقين وربنا يحفظهم. قولوا امين. النهاردة هنعمل العيش الكايزر وجماله، بدون سمنة، بدون لبن، بدون حاجات كتير. هو حاجة بسيطة جدا، وهنقول لكم الخطوات والتكات في الفيديو ان شاء الله. دلوقتي انا جبت اي بولة كده، وهنحط كوباية وربع من المية. طبعا في الصيف بنحتاج مية عادية، مش لازم تبقى دافية، ولو هنعجن في الشتاء بنحتاج مية دافية. فانا حطيت كوباية وربع من المية. بنحتاج كوباية وربع من المية، وبنسيب شوية كده لوقت احتياجهم. دلوقتي هجيب معلقة كبيرة خميرة، وهبدأ احطها في المية علشان ابدأ اشغل الخميرة كده، اشوفها كويسة معايا ولا ايه. ومعلقتين ونص سكر، هنقلبهم كويس جدا علشان اشغل الخميرة. وده كمان ربع كوباية زيت او اقل من الربع كوباية بمعلقة، يعني 50 جرام. هقلبهم كويس جدا مع بعض علشان احاول ان انا اشغل الخميرة. وهسيب في كوباية الزيت معلقة كده، في الاخر هقول لكم هنعمل بيها ايه. فانا هنا كنت بقلب السكر كويس مع الخميرة علشان يشتغلوا مع بعض، زي اختبار للخميرة كده لما بتعمل فقاعات بتبقى شغالة كويس. هبدأ انزل بالدقيق. الدقيق ده نص كيلو، 500 جرام. نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. بتستخدميه في كل حاجة، يعني لازم تبقى ماركة كويسة. ولو عندك دقيق عادي، دقيق الغلة في البيت ونوعه كويس، انت عارفة انه له عرق وكويس، تقدري ان انت برضو تستخدميه. هبدأ ان انا اقلب كده، الف الدقيق بالمعلقة في البداية، وبعد كده هنبدأ نستخدم ايدينا. طبعا بنحط معلقة ملح، بنحط ذرة بسيطة كده من الملح مع الدقيق. وبننخل الدقيق كويس جدا علشان عرقه يبقى كويس وهش من جوه كده زي القطن كده. فانا هنا كنت ببدأ ان انا اقلبه بالمعلقة عشان يلف كده. وبعد كده طبعا بنستخدم ايدينا علشان تحسي العجينة في ايدك عاملة ازاي. فانا هبدأ احط رشة دقيق، وهبدأ انزل العجينة وادي بقى ايه شوية كده من العجنة. طبعا لو البولة بتاعتك كبيرة تقدري ان انت تعجني فيها لو انت مرتاحة عادي خالص. وكمان لو عندك عجان تقدري ان انت تعجني في العجان عادي. بس دايما وانت بتشغلي العجان علشان الدقيق عرقه يزيد ويبقى حلو، تفصلي العجان كل دقيقة، تشغليه دقيقة وتفصليه، تريحي العجينة دقيقة علشان تربي عرق قوي. فانا رشيت هنا رشة دقيق، وهنزل بالعجينة بتاعتي. هنعجنها مع بعض علشان تشوفوا كل خطوة فيها عاملة ازاي. مش هفصل الفيديو خالص، لان العجينة دي بتبقى مستطرية شوية، ولما بتضيفلها حاجات تانية بتتقطع معاكي كده. فعايزاكم تشوفوا مراحل العجين عامل ازاي علشان ما تقلقوش وتزودوا دقيق. فانا هنا كنت بعجنها طول ما هي بتتقطع معاكي كده، هي مش مخدومة خالص.
فتحاولي ان انتي طول ما هي العجينة لازقة في ايدك كده جامد فهي مش مخدومة، فالعجينة دي شوية بتلزق. فانتوا ما تقلقوش، واوعوا في الوقت ده تزودوها دقيق خالص. هنفضل نعجن فيها شوية، ان هي نفردها شوية وعايزة اقول لكم ان احنا نسيبها ترتاح دقيقة بعد ما نعجن فيها شوية، علشان برضو عرقها يبقى قوي ويبقى حلو معانا. الدقيق ده ماركة الأهرامات، تقدري تجيبي ماركة الأهرامات، تقدري تجيبي المرشدي، أي دقيق تكوني انتي مجرباه وكويس معاكي، لأن العجينة العامل الأساسي نوع الدقيق. يعني ممكن تعملي الوصفة كلها زي ما بتتعمل وما بتنفعش معاكي، أو ما بتقبش أو مكتومة، ده بيبقى نوع الدقيق مش كويس. فتحاولي ان انت تجيبي دقيق يكون متعدد الاستخدامات وماركته كويسة. انا هسيبها هنا دقيقة زي ما هي كده علشان العجينة ترتاح. كل ما العجينة بترتاح كل ما بتديكي عرق وبتلم معاكي على طول وبتبقى كويسة. بعد ما سبتها دقيقة بقت تتلم معايا على طول وريحتني شوية. عندك طبق هتبلي ايدك فيه مية، ده بيساعد جدا عن العجينة تبقى سهلة معاكي وتبقى طرية زي ما احنا عايزين. دول شوية المية اللي انا سبتهم في الكوباية، وهقول لكم في الاخر انا استخدمت كده مية قد ايه. تبدأي تفرديها كده وتشوفي طبعا شكلها مديكي ان هي نعمت وبقت كويسة جدا، بس طول ما هي مفرغة كده لما بتفرديها كده بتديكي فراغات كده واماكن زي مقطعة كده، طول ما هي لسه ما اتخدمتش. المخبوزات عجينة مظبوطة. المخبوزات مش اي حاجة غير ان هي عجينة مظبوطة. يمكن الكيك والحاجات دي بتبقى الحاجات الوصفات بتاعتها بتبقى كتير والمكونات اللي بنحطها كتير، فبنخلي بالنا من المكونات جدا. العجينة بتاعت ال الكايزر والحاجات دي ما بتبقاش محتاجة وصفات ولا خطوات كتير، كل اللي محتاجاه انك تظبطي العجينة بتاعتها. كل ما ببل ايدي مية كل ما العجينة بتطرى وبتنعم وبتيجي معايا على طول كده. احنا عجلنا فترة قد ايه وانا ما فصلتش الفيديو علشان اوريكم هي بتتقطع ازاي وبتطرى ازاي من المية وبتلزق ازاي، علشان في الوقت ده اوعي تضيفي اي دقيق خالص، ونريحها شوية وبنرجع نعجن تاني. نقطة الزيت اللي انا سبتها اللي هي معلقة صغيرة من الزيت حطيناها علشان هتطر العجينة معايا ويبدأ ان هو يتقطع كده. ما تقلقيش خالص، هو ما بنحط الزيت بيبدأ ان هو يتقطع معانا طبعا عادي خالص، برضو بنعجن فيه شوية واوعي تضيفي اي دقيق في الوقت ده وبنعجن. اهم حاجة تعجنيها كويس جدا، وطبعا لو عجان زي ما قلت لكم بنفصله شوية وبنشغله شوية. انا كنت سبتها شوية ورجعت عجنت فيها شوية، بدأت تنعم وبدأت تطرى وبدأت العجينة تبقى مظبوطة 100%. انا العجينة دي بتبقى ملزقة شوية، ما تخلوهاش ناشفة، يعني شايفين هي بتلزق في ايدي، هي العجينة دي بتبقى كده. شايفين الحتة اللي بتلزق دي هي بتبقى بتلزق كده، ما تقلقوش خالص. وهبدأ ان انا احط في البولة كده شوية زيت، وعلى وشها برضو شوية زيت. حاولوا تكتروا على وشها شوية زيت لان انا ما كنتش كترت فالستريتش راب كان لزق شوية فيها، فانتوا كتروا شوية زيت. وهنبدأ كده نلف نغطيها علشان تتخمر كويس جدا. ده الاستريتش راب انا لفيته بيها وهغطيها بفوطة، وطبعا على حسب التدفئة عندك. هي خدت مني ان هي تخمر نص ساعة، انت بص عليها جايز انت المكان والتدفئة عندك اقوى فما تاخدش ربع ساعة.
يعني خير الامور الوسط، يعني انت لما تشوفيها كده وتلاقيها ان هي خمرت وزادت وعليت لفوق يبقى كفايه عليها جدا. انما عن نفسي هي خدت معايا نص ساعه، تبارك الله الحجم بتاعها تضاعف وبقت بالشكل ده. طبعا العجينه دي لازم نهبطها بالشكل اللي انا بعمله ده. اما تهبطي العجينه كده بيبقى ليها قلب من جوه. لو ما هبطتيش العجينه واشتغلتي على ما هي كده هتلاقي العيش الكايزر من جواه فاضي خالص. هتلاقي قلبه، اللب بتاع قلبه فاضي مفرغ ما فيهوش اي حاجه. فلازم تهبطي العجينه بالشكل ده. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام علشان ناخد الثواب مع بعض. هبدأ ان انا كده تدهني بقى الصينية، اي صينية عندك انت بتستخدميها للفرن على طول. تبدأي ان انت هتقطعيها لكام جزء كده، تشوفي انت عايزة تقطعيها لكام جزء ونبدأ ان احنا نقطعها ونقرصها مع بعض. انا هنا كنت بقطعها، والتقريصه شوفي انت بقى ايه. لو انت عايزاه كبير قوي تقدري ان انت تكبريها شويه، لو انت عايزاه متوسط زي ما انت عايزه بقى انت ايدك ميزانك اللي يريحك. انا بعملها قد حجم البيضه كده او اكبر، حاجه بسيطه، لان طبعا لسه هتخمر معانا شويه كمان وحجمها يتضاعف. ببدأ ان انا اقرصها كده قطع صغيره. طبعا لو عندك دقيق غله وعرقه كويس ينفع تستخدميه، توكلي على الله وهيبقى كويس معاك ان شاء الله. انا هبدأ ان انا اقرص كل العجينة اللي معايا على حسب بقى ما انت عايزة. هقرصها كلها وارجع اقول لكم هنعمل ايه. هي كانت حجمها قد دي كده، انا مش عاملاها اكبر من دي ولا اقل من دي. انا عملت كل اللي معايا على الشكل ده لانها حجمها يتضاعف، وكمان هوريكم وهي في الفرن حجمها عامل ازاي. طبعا انا كنت عملتها كده، اللي عملته اللي في البداية الاول خمر وبقى اكبر من التاني، واللي عملته متأخر لسه ما خمرش قوي فتلاقوا حجمه صغير شوية.